السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد. اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اهم حاجه بقى لايكاتكم وكومنتاتكم بقى اللي بتشجعني. نبدا بقى بسم الله. اول حاجه بقى هنا انا هعمل معاكم صينيه الفراخ بالبصل المكرمل، هعملها في الفرن. تحفه يا بنات، الطريقه دي هتعجبكم، جربوها يا بنات. اول حاجه بقى هنا معايا 4 وراك. انا هنا هعمل وصفه بوراك، فهنا كان معايا 4 وراك. وهنا البصل بتاعي قطعت 4 بصلات كبار. هتقولوا لي كتير، هقول لكم لا، دلوقتي هتشوفوا اصلا يعني هو بيكش لوحده، بيتكرمل كده بيكش لوحده. وهنا كان معايا 4 قرون فلفل كبار كده، احمر واخضر، عايزين تحطوا حامي براحتكم، انا ما كنتش حاطه. وهنا بقى بهاراتي: ملح، فلفل اسمر، شطه، توم باودر، والحبهان والورق لورا، ومعلقه سكر صغيره، وبابريكا، وبهارات فراخ، وشويه كمون صغيرين. طبعا انتوا بتحطوا معالق صغيره من كل حاجه، ما عدا بقى الملح بتظبطوه، والشطه برضو يعني براحتكم. بس هي دي بقى كانت بهاراتي. حطيت بقى هنا الحلة على النار، ونزلت عليها بقى بشوية زيت. اللي عايز يشتغل بسمنة بزبدة بزيت اللي يريحه. بس هنا بقى كنت حطيت زيت سخن شوية بقى الزيت، ونزلت عليه بقى بالاربع بصلات بتوعي. حاطه 4 بصلات كبار يا بنات. تنزلي بقى بالكمية كلها، تقعدي بقى تقلبي كده، قلبي يعني تقلبتين حلوين كده لحد ما تحسي كده ان البصل دبل معاكي كده. مش عايزه لونه يغمق يا بنات، بس انا عايزاه يدبل بس. هتشوفوا شكله دلوقتي. تقلبي بقى تقلبتين كويسين كده، وتبقى في ايدك برضو في الحاجه يعني. دلوقتي حد ممكن يقول لي انا شايف ان كميه البصل كتير. مش كتير خالص يا بنات، خالص والله بجد. انا اللي كنت عامله جنب الفراخ رز، فكنت بحط كده البصل كان طعمه سكر طبعا، فهو اصلا البصل بقى مسكر مع البهارات وكده. انا كنت بحطه على الرز كده مع الفراخ. كانت وصفه بجد وهم يعني، مش بقول لكم كلام، انتوا هتجربوها هتعجبكم. بس تقلبي بقى تقلبتين كويسين كده. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، تحس ان البصل دبل معاكي. بعد كده بقى بتنزلي بقى بكميه الفلفل بتاعتك، تقلبي برضو تقلبتين كويسين. بس بظبط لكم الكاميرا كده عشان الصوره تبقى واضحه. اللي بيبقى عنده يعني تعليق كده على اي حاجه، على الصوره، على الاضاءه، على اي حاجه، يكتب لي بنات في الكومنتات. بس تقلبي بقى كده تقلبتين بقى كويسين كده. شايفين يا بنات؟ بس بقى تنزلوا كده بالبهارات: ملح وفلفل وبابريكا وشطه وتوم باودر وورق لورا وحبهان وبهارات فراخ. البهارات كلها كده يا بنات، وتقلبي بقى كده الحاجه كلها كده كويس على بعضها. شايفين يا بنات لون البصل؟ بجد وصفة يعني، بجد يعني هتعجبكم جدا جدا جدا. مش كلام والله يا بنات، انتوا هتجربوها والله هيجربها هيدعيلي بجد والله. شايفين يا بنات؟ بس كده خلاص بقى، بعد ما قلبتي كده كل حاجه كويس وتمزجوا كلهم مع بعض. هنا بقى كنت نسيت افتح فتحات كده في الوراك، فبفتحها يعني. اهم حاجه بس ما تنسوش بقى الفتحات دي، انتوا عارفين بقى كده الخليط بيخش جواها كده وبيطعم اكتر. بس انا بقى هفتح هنا كده لل4 وراك. شايفين يا بنات؟ برضو لو عامله برضو صدر برضو تفتحيه برضو بيبقى افضل يعني يا بنات. بس انا هنا بقى كنت عملت ال4 وراك. بعد كده بقى بترصيهم بقى كويس كده في الصينيه،
وتنزلي عليهم بقى بالبصل بقى والحاجات اللي انت عملتيها كده والفلفل، تنزلي عليهم بقى كده على الفراخ. تفردي بقى كده الخليط كويس كده، تبقى يعني بحيث ان هو يجي كده في الصينيه كلها. فاهميني يا بنات؟ شايفين بفرد البصل ازاي؟ فردته كده في الصينيه كلها، حطيته كده على الفراخ وقلبته كده كويس. هنا بقى كان معايا بقى نص كوبايه ميه. يعني اعملوا كده كوبايه صغيره، انا الميه زادت مني شويه، بس انا يعني هي نص كوبايه ميه صغيره كده. وتحطي كده عليها مرقه فوريه، تقلبيها بقى كويس. يعني ما تكتروش الميه، على حسب اللي انتوا يعني بالنظر كده يا بنات، على حسب اللي انتوا عاملينه. صينيه كبيره بقى والكميه اكتر كده على حسب، بس يعني ما تكتريش في الميه يعني. هنا بقى نزلت بقى بالمرقه، مرقه فوريه يا بنات كده عشان تبقى اسهل معاكم. تقلبيها كويس. نزلت عليها بقى كده على الصينيه. شايفين يا بنات الجمال؟ انا كنت بحاول افرد البصل كده بقى، يعني يبقى جاي كده على الفراخ كده من كل ناحيه. بس تنزلي بقى بالميه بتاعتك. بجد كل حاجه قلتها في الوصفه يعني بتخلي طعم الفراخ، يعني كل حاجه انت بتضيفيها بالطعم اكتر، وبتخلي الوصفه حلوه قوي. ان شاء الله تعجبكم يعني يا بنات. هنا بقى انا كنت هنا نزلت بالميه. ده لسه يعني كده شكلها جميل، بس ده لسه هتبقى احلى كمان لما تخلص. حطيتها بقى على البوتاجاز شويه صغيرين كده، تحسي ان الميه اتشربت شويه، ما تنشفهاش خالص طبعا، تتشرب بس معاكي شويه. بس هنا بقى انا كنت حطيتها في الفرن والميه نشفت معايا. انا كنت حاسه ان فيها شويه، يعني زودت سنه صغيره، بس انا سبتها شويه اكتر يعني في الفرن. بس انتوا حاولوا تظبطوا بقى الميه، هي زادت مني حاجه بسيطه يعني مش كتير يا بنات. يعني الفراخ طلعت ما كانت، يعني كانت مستويه وكانت جميله، ما دابتش مني ولا حاجه. شايفين؟ بصوا اصلا كميه البصل بص قلت ازاي، يعني قلت تحس ان قلت جامد يعني، فمش كتير الاربع بصلات يا بنات. بس هجيب هنا بقى معايا معلقتين صلصه كده. الصلصه اصلا لوحدها تبقى مسكره، فبجد بتطعم الحاجه قوي. فيعني لازم تعملوا الخطوه دي يا بنات. بس زي ما انتوا شايفين كده. بس هدهن بقى كده وش الفراخ كده، هدهنها كلها كده. على فكرة انتوا طبعا فاهمين من الفيديوهات وعارفين من الفيديوهات اللي فاتت انا ما بحبش الجلد فبشيله، يعني عشان ما حدش يقول هي شالت الجلد ليه. انا ما بحبش احس بزفارة خالص في الفراخ، يعني يعني بجد بحب اكلها بنفس كده، فانا ما بحبش الجلد، بشيله خالص وانا بغسلها. وبرده بغسلها كويس جدا. بس هنا بقى حطيت معلقتين الصلصة وفردتهم كده كويس على الفراخ. بجد هتعجبكم جدا الوصفة دي يا بنات، جربوها. بس افردي كده الحاجة معاكي كويس. يعني مفيش بعد كده، مفيش احلى من كده اصلا. بجد يا بنات تسلم ايدي والله. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واللي جربها بقى يكتب لي بقى في الكومنتات. ادي كده الحاجة كده حقها كده، افردي الصلصة كده فردة حلوة كده. بس هنا بقى كده حطيتها بقى في الفرن وطلعتها. كنت مشغلة الشواية طبعا يا بنات. شايفين بقى الجمال؟ يعني مفيش بعد كده. بجد تحفة تحفة تحفة. كنت بحط بقى هنا البصل المكرمل اللي معايا ده، شايفينه؟ هنا بقى كنت بحطه كده على الرز، فكانت الفراخ طعمها تحفة، كانت مسكرة كده وجميلة والبصل كان جميل. البصل اصلا بطبيعته مسكر مع بقى البهارات والحاجات اللي احنا عملناها دي، فكان الاكلة تحفة. شايفين يا بنات؟ طبعا يعني الصينية بتتكلم عن نفسها. انا مش محتاجة اتكلم، مش محتاجة اقول اي حاجة، باين طبعا الشكل. وكانت والله يا بنات شكل وطعم طبعا، مش بقولكوا كده وخلاص. انتوا هتجربوا الوصفة وهتقولوا لي بجد تسلم ايدك.
شايفين يا بنات الجمال؟ بس يلا بقى اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اهم حاجة بقى اللايك بقى يا بنات، كومنت بقى كده حلو. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامة.